من فضلك إجراء في غاية الخطورة والأهمية. أنا محتاج من حضرتك تطلبه من الفني بتاعك كل 4 غيارات زيت للمحرك إنه يفك الكارتيرة بتاعت الزيت وينظف مصفة زيت الموتور. قطعة اسمها مصفة زيت الموتور. تنظيف المصفى دي شيء مهم وغاية في الخطورة والأهمية، لأنه عدم تنظيفها هيخلي حضرتك تسمع صوت المحرك الصبح، صوت التكتكة بتاعت وش السلندر، ولما العربية تبدأ انها تسخن شوية يبدأ الصوت ده يروح، وهي السبب اللي بيخلي لمبة الزيت بالبلدي كده بترعش معاك اثناء اليوم او انت واقف بالعربية سلانسيه. وللأسف مع مرور الوقت وان المصفى دي بتتكتم اكتر واكتر، ده بيسبب عدم وصول زيت المحرك للأجزاء المعدنية بسلاسة او بسهولة او بيسر، وده بالتالي بيزود عملية الفريكشن او الاحتكاكات بين الاجزاء المعدنية. والله انا مش ببالغ لو قلت لك ان القطعة دي ممكن تخليك تعمل عمرة، لانه عدم وصول الزيت باريحية او بسهولة لاجزاء المحرك وزيادة الاحتكاك او الفريكشن ده بيخلي السبايك تتسلخ، بيخلي فيه مشكلة في الشميز، مشكلة في الكرنك، مشكلة في الكمات، مشكلة في وش السلندر، بلاوي سودا. كل 4 غيارات زيت محرك مش هتخسر اي حاجة لو فكيت الكارتير نزلته وغسلت المصفى ونظفتها من الكربون والاتساخات الشديدة. وعلشان تبقى الناس فاهمة دور المصفى دي ايه، دي مسؤولة عن انها تنقي الشوائب التقيلة من الزيت ان هو ما يطلعش للمحرك. دي حاجة اسمها او قطعة اسمها اويل سترينر. القطعة دي مسؤولة زي ما قلت عن تنقية الشوائب التقيلة من الزيت قبل ما توصل للبامب بتاعت الزيت او مضخة الزيت، وقبل ما الزيت يروح او ينتشر الى اجزاء المحرك.